بودكاست حكايتها تهمني، تهمك، تهمنا كلنا. ازيكم؟ أنا سارة عزيز من سيف إيجيبت، والنهاردة تيك توك وسيف إيجيبت ومنتدى شباب العالم بيقدموا لكم بودكاست حكايتها، لأن حكايتها تهمني جدا وتهمك وتهمنا كلنا. واحدة من الحاجات اللي بتعلمنا أكتر عنها وعن الحاجات اللي بتعدي بيها هو إن إحنا نقعد نتكلم عن أمور بنعدي بيها كلنا ونتعلم. زي ما كنت بقول لكم في حلقات تانية كتير إنه خبراتنا اللي بنشاركها مع بعض أونلاين بجد ممكن تبقى طوق نجاة لناس، تساعد ناس، أو تفتح دماغ أفراد تانية عن أمور هم بيعدوا بيها لما سمعونا بنتكلم عنها عرفوا يتصرفوا إزاي. حلقة النهاردة فعلا سبيشال لأنه معانا ذي علا رشدي. ازيك يا علا؟ ازيك يا ساره؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كويسه. متحمسة قوي لحلقتنا النهاردة وانا عشان كمان بجد ثانك يو. ايوه. عشان زي ما كنت بقولك أنا بحس إنه الوقت اللي إحنا عايشينه الناس مش محتاجة نطلع لهم الكتاب، محتاجة نطلع لهم من حياتنا ونشارك اللي ينفع نشاركه، البراكتيكال تقاربنا. العملي، التجارب اللي محتاجة نتعلم منها فعلا. وزي ما كنت بكلمك أنا بيفرق معايا إنك حقيقية أونلاين. بتسمعي انا الكومنت حقيقيه ده؟ اوف لاين برضه، ما انت عشان ما هو صح انت أنا حقيقية أوفلاين يعني مش عارفه وحقيقية الفرق أونلاين. ايه. يعني اعتقد ايوه ناس بس ده انطباعنا كلنا يعني او معظمنا حاسس. انا ما اعرفش ازاي ما بقى يعني ما بقاش، فعشان كده مش فاهمه انت بتقولي ايوه حقيقيه اونلاين. صح صح. فانا بقول اللي في قلبي ايوه بعمل اللي بحس انه يعني صح، او ان هو طالع من قلبي للناس، وبحب اشارك ناس حاجات بالحقيقه يعني، صح، فهي دي اللي بتبان يعني. ودي اللي بتفرق. طب هسألك سؤال في الأول. مم. انتي كعلا وانتي بتقدمي محتوى اونلاين، آه، ايه الحاجات اللي بتحسسك انا متحمسه اعمل ده كتير، وايه الحاجات اللي بتقفلك؟ الحاجات اللي بتحسسني عاوزه اعمل ده كتير لما بتبقى سبونتينيوس، حاجات حصلت في حياتي، يعني حاجه حصلت فبقى عاوزه اتكلم فيها واعمل عليها فيديو عشان الناس تعيش معايا التجربه دي، بس ابقى انا عايشاها. ايوه ابقى انا فعلا عاوزه اعرف رد لسؤال، ابقى انا فعلا حصل فيا موقف مع الولاد ومش عارفه اعمل ايه، بعيده تاني بصيغه بطريقه مختلفه. مم. الحاجه اللي بتبقى حقيقيه يعني فعلا طالعه من القلب، اللي انا فجاه ببقى صح. اللي هو ايه ده حصل كذا في المدرسه، فانا عاوزه اتكلم في الموضوع ده مع الناس، حصل أيوة. كذا. ايه الحاجات دي؟ الحاجات اللي بتقفلني بقى، اللي بتبقى متحضره قوي. يعني لما حد يجي يقول لي اعمل لنا فيديو وحط لنا المنتج بتاعنا فيه، بس الفيديو يبقى 1 2 3. ايوه ايوه انتوا هاتوا المنتج بتاعكم وحطوه في الفيديو وسيبوني بتاعي انا يعني فاهماكي قوي. يعني حطوه في الفيديو اللي انا اوريدي طلعوه عاملاه كده. يا يعني بس ممكن يعني اللي هو ايه بالظبط، بس انا صح مش عاوزه، ما بحبش حد يبقى جاي من بره مش فاهم انا بعمل ايه ومش عارف ازاي يوصل للناس بطريقه حقيقيه. ما انت لما صح. بتعملي حاجه يعني جاهزه من قبليها، او حاجه مش من القلب، مش أيوة. هتوصل للناس، فبالتالي مش هتعمل حاجه، مش هتعمل فايده ولا كفكره ولا كالمنتج اللي انت عاوز تعمله. فاهماكي قوي. طب هسألك سؤال ليه علاقة بالحاجات اللي بتقفلك، بس من زاوية انه لما بتنزلي محتوى كونتنت ويجيلك كومنتس سخيفة، شكل الكومنتس دي بتبقى عاملة ازاي؟ وليه هقولك ليه بسألك السؤال ده؟ عشان احنا هدفنا في البودكاست نساعد الناس بشكل عملي، لانه احنا قلنا كده في حلقة من الحلقات ان عالم الانترنت ده الشارع. احنا كنا زمان بحدود قوي بننزل نلعب في النادي في الشارع في ليميت، اهالينا نخلص نطلعونا. لكن دلوقتي انا عيالي والشباب اللي حوالينا واحنا دخلت الشارع اول ما فتحت التليفون بالظبط. فما فيش ريستريكشنز رهيبه. احنا بنقعد ننادي ونتكلم عشان الناس مش عارفه ان في فيتشرز، وفي فيتشرز موجوده على تيك توك بتساعدنا وبتامننا وكل ده وهنتكلم فيه. بس ايه الحاجات اللي انت بتقابليها في الشارع اللي هو الانترنت بتقفلك كحد بيقدم محتوى ليه معنى؟ ان الناس ما تبقاش مقدره يعني، او ناس تبقى بترمي بدل يعني صح. وفي الاخر بيقول لك طب ما انت اللي حاطه، طب ما انا اخش عند اي حد واكتب انت ما انت موجوده هنا ليه يعني؟ وانت اصلا انت فنانه وعامله لي فيها بقى كده مثلا. هو انت يعني بتعملي حاجات دي تلاقيكي بقى عندك 20 شغاله بقى وما بتعمليش حاجه لنفسك وحاجات بقى، وانت يعني بتعملي ايه؟ بصي كده بقى، وانت بيتك عامل كده، وانت فنانه وبيتك عامل كده، حاجات بقى اللي هو يعني هو انت لابسه كده ازاي؟ وانت عامله ما بتعمليش شعرك ليه؟ وانت يعني حاجات بقى كتير. وانت ليه مش تعملي بقى فوتوشوتس وبتاع زي بقيه يعني حاجات بقى. فانا الاول كنت بتعصب يعني، جات لي فتره اللي هو بقى افتح بقى الحاجات وارد وامسح يعني، اكتب بقى كل اطلع غلي بقى احط بقى فاهمه كل الاشكال والوان وبعدين اخد نفس كده عميق اروح
المسحه البتاع كلها وخلاص كده. لا ليه بتمسحي؟ انا ما بحبش اضايق حد يعني. انا مش شخصيتي ان انا ما بحبش. انا ممكن انا اتضايق بس انا ما اضايقش حد يعني فاهمه. ابات مظلوم ولا ابات انا ما بحبش الكونفرونتيشن دي. ما بحبش المشاكل. ما بحبش ان انا هناخد وندي بقى مع حد في الشارع بالظبط وانت تشتمني فانا اشتمك فتعلي عليا فعلي عليك فهقضي وقتي. النيجاتيفيتي دي اللي بتطلع من ملهاش لازمه خالص ومش هتفرق. مش في الغالب زي ما انت قلتي هو رمى في الشارع هو اصلا مش عارف انا بعمل ايه ولا مش فارقه معايا يعني. لا ولا هتفرق معايا بالعكس هتخلي جوايا نيجاتيف حته كده وحشه هقضي بيها بقيه اليوم. اوكي فلا يعني. طب هسألك هنا حته ديبر كده شويه انه وده بيحصل لما كاني هكمل على كلامك يعني لما ببقى انا مطمن انا مين فالكومنت ما هزنيش صح دلوقتي بقى خلاص يعني دلوقتي بطلت اصلا اقرا كومنتس ولما بقرا بضحك اللي هو يا عيني يا حبايبي يعني اللي قاعد بقى تحت اللي مش عارفه ايه واللي قاعد فين يعني لا دلوقتي ما بقراش اصلا كومنتس يعني. اوكي بصراحه ما فهم يعني حاجتين عندي اني بوصل لمرحله مش فارق لي بس قبل المرحله دي الفيتشر بتاعت ان انا اقدر كنترول الكومنت. انا ما اعرفش عارفه ولا لا احنا على تيك توك في اوبشن انك تحطي كلمات بتضايقك قلت له انا مش عاوزه الكلمات دي بالظبط. ده انا هقعد سنه بقى اكتب الكلمات. ايوه صح ده سنه ده قاموس بقى فاهمه اللي هو فما تطلعش اصلا. فلو حد استخدم كلمه ايه الهبل ده ايه العبط ده ايه الواتيفر كل واحد مش عارفه ايه فما تجيلكيش. ودي واحده من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا ما نشوفهاش بس في بارت اوف انه ده موجود وانا محتاجه اتعامل معاه وده ليفل الاكبر في نضوجي. ايوه فبتساعدنا ودي حاجه من الحاجات اللي بتقفلك. بس نرجع للي بيشجعك وبيحمسك. فيدباك الناس بيفرق طبعا. بيجيلك كومنتس ليه علاقه بانه علا انا كنت ده الموقف اللي عديت بيه يعني احكي لي شويه عن الحته دي. كتير يعني ناس كتير قوي فاكراني دكتوره يعني معالجه نفسيه معالجه نفسيه يعني قالوا عليكم معالجه نفسيه وبارنتنج كوتش وكيدز مش عارفه ايه بقى يعني سيرك وكل يعني فاكراني كل كومبو يعني ان انا فهم بيسالوني اسئله انا بخاف ارد عشان انا يعني انا بيست على خبرتي. انا اللي بقوله ده بيست على انا عملت ايه مع عيالي وانا مريت ايه مع اهلي وانا كنت فين وبقيت في يعني صح. فانا بس ما ببقى مبسوطه ان هم بيبعتوا لي بس اسئله ساعات بقول لهم يعني كلموا دكتور يعني ايوه اروحوا لحد يا علا انك بتقولي كده طبعا بقول لهم كلموا حد مختص. انا انا هقول لكم رايي يعني انا بعمل كذا 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 صح بس يسالني مثلا مدارس ايه رايك طب نودي ولادنا ده ولا ده ولا ده نديهم ادويه عادي ولا هوميوباثي ولا نعمل لهم مش عارفه ايه. بقول لهم في ناس بتحب كده وفي ناس دايما صح كل حاجه حتى في الحلقات اللي بعملها دايما بدي تشويسز بقول يا جماعه انا بعمل كده لكن كل واحد يشوف ايه اللي يريحه. احكي لنا شويه عن الحلقات. هو دلوقتي ما بعملش انا دلوقتي مش بعمل حاجه يعني نيو سيزون او حاجه بس عشان برضو ما فيش يعني الفتره دي مش قادره اطلع حاجه غير لما تبقى صح حاسه ان انا قادره اطلعها يعني. حتى قررت ان انا مش هطلع كونتنت وخلاص مش قادره ان انا ابقى روبوت. انا مش هي يلا لازم بقى الناس تشوف حاجه جديده النهارده. لا ما انا خلاص انا عملت والناس عارفه انا بعمل ايه. فلما يبقى في حاجه عاوزه اتكلم فيها او موضوع بيحصل انا بعمل ديسكشن ريلز يعني او اللي هو ايه رايكم طب بتعملوا ايه في ده طب حاجه لا ده مثلا دخول المدارس او وات ايفر بقى توبكس وفي بقى بعمل ريلز لايك فاني ريلز بقى على تريقه يعني العيال بيعملوا ايه معانا واحنا بنعمل ايه معاهم وحاجات كده. يس طب علا عندي سؤال وانتي بتتكلمي عن وجهة نظر وفكرة الفيديوز الحقيقية اللي علاقة بالمواقف اللي بتنزل او كده اللي انتي عايزاها تبقى حقيقية طول الوقت. انا بشوف ان التحدي الحقيقي مع عيالنا انه ابني علاقة حقيقية فيها بوند وامان. بحس ان دي المرجعية وبحس ان دي الامان الحقيقي يعني دي اهم حاجه. احكي لي شويه عنها والتحديات في ان احنا نعمل عندنا تحديات كتيره يعني هنقولها بس هو كل ما يعني حاسه ان هم العيال كده هيلاقوا طرق ان هم يتفرجوا على التيك توك وقت اطول. هيلاقوا طرق ان هم سكرين تايم يكتر. هيلاقوا طرق ان هم عايزين هم عايزين يعيشوا عليه. هم عايشين عليه كله شايف حواليه كل الناس كده فهو ميال لده بالظبط. هو وطبعا مفتوح بيشوفوا فيه اللي هم بيشوفوه بقى. فالفكره ان انت كأم او كأب يبقى فيه شفافيه يبقى فيه معروف ان انت لو قلتي لي اي حاجه او بنتي جت ورتني اي حاجه مش هبقى اللي هو يا لهوي انت ازاي بتقولي على حاجه زي كده يعني ده ما ينفعش يبقى رياكشن صح. ما ينفع انا اللي هو ايه ده مين لابس ده انا ببص لها بس كده فهي بتفهم ان هو بقول ايه يعني صحش يعني الكلام ده مش دلوقتي صح يعني كده اقول لها مش ده بقول لها لما تلاقي حاجه 1 2 3 حاجه فيها عنف حاجه فيها
يعني مش appropriate، مش حاجه مش عارفه ايه. appropriate skip it ولا من نفسك Yes. كده عشان عيب ولا عيب صح. يعني ما تشوفيش الحاجات دي بس احنا عندنا الاوبشن، ودي بصراحه انا بحسها ميزه، نحط فاميلي بيرنج فيتشر، فاليمت اصلا ده، فبعمل الحاجتين. انا بحميها بان انا بقفل عليهم اوبشنز، حاجات يشوفوها، عدد الساعات اللي يبقوا عليها، مين يبعت لهم مسجز ومين لا. انت بتحددي الناس اللي تبعت لهم مسجز، فدي فيتشر موجوده. بس كمان عامله العلاقه اللي لو في حاجه تسرسبت شافتها عند حد، راحت مكان، تحكي لي بالظبط. فواحده من الحاجات المهمه اللي انت بتقولي عليها فكره رد فعلي عامل ازاي. رد فعلي وان انا ابقى اوبن تو استقبل اي حاجه منها من غير ما ازعق. يعني هي بنتي بتجيلي بتقولي حاجات مفيش اهل عارفها. ايوه. يعني هي بتقولي حاجات هي واصحابها بيعملوها واصحابها مخبين على بقى، يعني هم يعني بيعملوا حاجات او هي شافت صحابها فبتيجي تقولي اوعي تقولي لحد كبير. حد كبير انتوا كبار يعني انتوا. اوعي تقولي، قلت لها لا مش يعني ميرسي ثانك يو فور تيلينج مي. صح. وخلاص بس خلي بالك كويس ان انت قلت لهم ايه، قلت لهم كذا. طب كويس عملتيها ازاي يا علا دي بقى؟ هي بتيجي هي لا يعني انت عملتي حاجه في العلاقه خليتها تحس بالامان. هي يعني احنا بنتكلم ما اعرفش بس انا معاها يعني شاركينا اجان. ده واحده من الحاجات اللي يعني انا هنزل عليكي بالليسته العلميه في الاخر. بس انا نفسي الناس تسمع بشكل عملي. انا دلوقتي في عالم عيالنا اكسبوزد للاونلاين. عيالنا عايزين يعيشوا عليه زي ما انت بتقولي. عايزين يبقوا في ناس مش حاطه رولز. في اهالي، يعني انا كنت بتكلم في سيشن من اسبوعين انه احنا خلاص بقينا بنخلي العيال طول الوقت تعمل حاجه مع الحاجه، فبيتفرج هو على بياكل بيسمع حاجه مش يعني مش ممكن. احنا تشتت اصلا مخهم. صح. ما فيش حاجه بيركزوا فيها. صح. فانا من ناحيتي انا كاهل محتاج ابقى فاهم ان في فيتشرز بتساعدني أليمت. بس انا ببني علاقه. صح. فقولي لنا هي حاجه تراكميه تقريبا بتحصل. ما هو ده اللي احنا بنقوله للناس انها مش لقطه. لا مش لقطه، مفيش حاجه لقطه. بالزبط. هو اي حاجه في التربيه، اي حاجه عاوزه تبنيها تاخد وقت محتاجه كونسيستنسي. صح. يوم استمراريه ورا يوم انا بتكلم مع اولادي كتير. يعني يمكن انا بحب اتكلم معاهم، احكي لهم انا عملت ايه. بهزر معاهم كاني بهزر يعني فهم بيحسوا ايه ده انت بتعملي كده، انت ايه ده. يعني ام حقيقيه معاهم، اوبن معاهم في حاجات. صح. يعني بغني معاهم اغاني اللي انا كنت بغنيها مثلا وانا صغيره. يعني انا مش اللي هو انا حياتي مع اصحابي ومع الكبار وهم صغيرين. صح. ما عنديش حته. بحس ان الامهات كتير قوي عندهم الحته دي لو بيبقوا قاعدين احنا ادلتس احنا كبار بس اجري بقى يا ابني بقى. بس هي ميلا قالتها لك ما تقوليش للكبار. هي قالت لي اوعي تقولي، لو قلت لام من الامهات انا مش هتكلم معاكي تاني. اوعي. فهي بحس ان في اهالي كده اللي هو الادلت احنا الكبار مش قاعد بقى مهموم، حاطط ايده بقى يا مهموم في حاجه، والعيال قاعده على التليفون او قاعده حاجه. بابي امشي بس يا ابني. بس يا حبيبي مفصولين. بس يا حبيبتي. دايما بس يا ماما. بس يا بابا. يعني دايما بحس بروح مثلا عياده بشوفها، يعني بشوف البيرنتس قاعده ادلتس. احنا كبار، احنا بنتكلم في مواضيع غير مواضيع الاطفال. هم في حته واحنا في حته. حلوه قوي الحته دي بجد. انا اول مره اتكلم في الحته دي قوي الحته دي. بس هي فعلا انا بحس ان هم عاملين فاصل كده. صح. حبيبي اقعد يا بابا. بس يا بابا. بيهشوا دايما في هش دايما بيحصل. صح. انت في حته لما نيجي بقى ايه هلعب معاك بقى عشان احنا انت طفل بقى. فانا هاجي العب معاك ربع ساعه عشان انت طفل وابقى خلصت اللعب بتاعك. بس يا حبيبي بس يا بابا. بس ده اللي بيشرح لنا النهارده ليه المراهقين ما بيتكلموش مع اهاليهم. ما بتبدا من وانت صغيره. بس فجاه يقول لك ايه اصل ما بيتكلمش معايا. طب ما انت كنت يعني معظمها الابهات مثلا بيجوا في سن فجاه ويكتشفوا ان ايه ده هو مش راضي يسلم عليا ليه وانت كنت فين. طب انت حبيبي انت غايب بقالك 6 سنين او هشيته طول الوقت فانت جاي دلوقتي عاوز بقى تصاحب عليه عشان هو كبر وبقى قدك او بقى يعني جالك طلع له شنب بقى. جالك مش انت اللي نازل له من بدري. هو جالك فانت عاوز بقى دلوقتي تعالى يا حبيبي نصلي بقى مع بعض. انت كنت فين بقى لما هو كان سنه تعلمه الصلاه او تعلمه تعالى العب معاك او اقعد معاك او اتكلم معاك او افهم اللي بتعدي بيه او افهم انت مين اصلا. انت بني ادم. احكي لك عن يومي زي ما انت بتقولي. احكي لك عن يومي فانت تحكي لي عن يومي. وبعدين هو الطفل بني ادم. هو اسمه طفل عشان هو لسه بينمو بس هو في الاخر بني ادم عنده شخصيته وعنده كيانه وعنده حاجات اللي بيحبها واللي مش بيحبها. مش لازم نغصب على الطفل انت لازم تحب كل حاجه وتعمل كل ده اللي قدامك. ما فيش حاجه. احنا كل واحد مولود بني ادم بشخصيته بتركيب حتى تفضل لحد ما يكبر. يعني انا ابني شخصيته هو غير بنتي تماما. وكل واحد شخصيته هتكبر زي هيحب يمكن يتعلم حاجات نعلمه سكيلز تانية وتطور. بس في الاخر هو بيحب يقعد في البيت بيتوتي جدا. بيحب يعمل حاجات ينفنت ويعمل حاجات في البيت ويطبخ. بيحب الطبيخ جدا. بيحب يخش المطبخ ويعمل اكل. عنده 9 سنين وبنتي ما لهاش في المطبخ ولا لها ولا تحب تاكل
ولا بتحب تعمل اكل ولا بتحب هي في حاجات تانية واسرع وبتحب تخرج سوشيبل جدا. هي شخصيات، فانت لازم تفهم شخصيه ابنك وتعامله على هذا الاساس وتاخد وتدي يعني. صح، خد ودي لحد ما تحس انه وتراست. اهم حاجه لما ابنك يقول لك حاجه تسمعه وما تروحش تقول بقى الحق، او ما تروحش ايه ده انت جاي تقول لي انت ازاي تعمل حاجه زي كده. انت اول ما تقول له انت ازاي تعمل حاجه زي كده مش هيقول لك تاني، خلص خلاص كده، يقول لك لا مش قصدي انا، ده عمر صاحبي مش انا بالظبط. فيبتدي يكذب بقى عليك طبعا وما يقولكش حاجه وكده خلاص خلص يعني. صح. الجزء اللي ليه علاقه بالبوندنج والعلاقه اللي بتخلينا اوير مصحصحين زي ما بتقولي على ميلا لما جت حكيت لك، هي الحاجه اللي بتطمنا لما بضطر اسيب له التليفون شويه يمسكه او يعمل حاجه اونلاين، فبقى مطمن وانا عيني عليه وعامل الدور بتاعي ان هو بيجي لي. لما قلتي فكره ما بزعقش ما بشخطش في الحاجات دي يعني صح عشان بس ما تقوليش ان انا يعني ما بتزعقش خالص في الحاجات دي، في الحاجات اللي انا عارفه ان هي يعني ان هي اصلا صعب عليهم ان هم يجوا لنا يقولوا لنا ان بتبقى بير بريشر، يعني صحاب صغير بيعملوا حاجه فصعب ان حد يروح يقول لامه حاجه على طفل. ممكن انا اروح اقول لمامته واوديهم في ده يعني. صح فالحاجات دي لا ما بزعقش في الحاجات. فتقول لي ايه ده مش هتزعق، وهي صغيره بتقول لي مش هتزعق، هقول لك حاجه بس ما تزعقيش. ايوه هقول لك حاجه بس لو زعقتي مش هاجي اقول لك تاني. مش هتزعقي؟ قلت لا مش. فتقول لي ما زعقش لا ايه ده انت مش هتزعقي؟ قلت لا بس خلي بالك ام جلاد ان انت جيتي قلتي لي صح، ومبسوطه ان انت عارفه ان دي حاجه غلط ومبسوطه ان انت بتقولي لاصحابك ما يعملوش كده، او مبسوطه ان انت شايفه ايه الضرر بتاعها. ايه ده عبيطه قوي ده مش المفروض. برافو. بس مفيش حاجه خلاص. طيب عندي سؤال. انا كاني كأم النهارده بكلمك وانا بحاول دايما ابقى منطقيه عشان الجيل ده مش هو ده واعمل له وهو ده اللي عندي. موافقاني؟ صح. طاقه يعني طاقه في الكلام والاقناع والشرح، بس مفيش مشكله. انا اللي بيعزيني في الموضوع ده ان انا بكرييت حاجه اسمها الكرييتيف او الكريتيكال ثينكينج عندها، فالحمد لله في فايده في الموضوع انها تفكر بشكل نقدي ابداعي، بتفكر ليه دايما بيهايند الوات اللي بنعملها. احنا كمبدأ عام في الاصحاب حاطين فكره بننقي مين اصحابنا، بنتكلم مع مين، بنصاحب مين، الفاليو سيستم بتاعنا، كل ده انا بحاول اطبق المبدأ ده اونلاين. ايوه. فقولي لي بقى ليه بحس ان المراهقين اونلاين يميلوا ان هو يكسر الفلاتر ويبقى عايز يتفرج على اللي هو عايزه، يعني بيتضايق من الكنترول. بيسكلي هي تواصل. انا بالنسبه لبنتي يعني هي تواصل اكتر من انها بتتكلم مع ناس غرب يعني. فمش بتتكلم مع ناس غرب، مش بتتكلم مع ناس غرب، بتس برايفت. وكل شويه تقفل اصلا اكونت بتاع واحد. هي يعني يعني مركزه معانا، هي مظبطه حالها يعني صح. هي عارفه ازاي فهي بس انا اللي بيضايقني موضوع السكرولينج ده. ايوه بيجنني. اللي هي بتقعد تتفرج على حاجات من ساعه ما اللي هو وهي بتصحى وهي بتفطر، اللي هي الحاجه مع حاجه قبل المدرسه. لا بنتي طب وبكلمها لا طب اقعدي معايا. طب في الطريق العربيه بتقعد تصور نفسها. كل يوم احنا رايحين المدرسه تعمل فيديو. لا طب هتسيطري على ده ازاي؟ ما هي بقى هي واحده انت بقى هي دي بقى ان انت تفضلي كونسيستنت. لا ميلا اقعدي معايا. طب اتكلمي. فاروح انا فاتحه موضوع. فتروح هي سايبه التليفون. طب شغلي مزيكا. طب نسمع اغنيه مع بعض. فتشغلي اغنيه بتحبها. فنقعد نتكلم عليها. صح. فنضحك. لا ايه ده بصي مين. كل ما نروح المدرسه في مدرس بيبقى ماشي في نفس الوقت اللي احنا بنروح داخلين. ايه ده سبقنا. الحق يجري. نروح نجري نسبقه. ايه ده لسه ورا. الحمد لله احنا بدري. اتاخرنا. طب نركبه معانا. you have to بس be aware. you have to be in the حدث. يعني لازم تبقي مع بنتك في ولادك، تبقي معاهم بقلب معاهم. هو ده الحل. انت تبقي فعلا عايشه present تبقي present معاهم. طبعا مش هتبقى طول الوقت. طبعا عندنا شغل وعندنا حاجات طبعاً. وعندنا يعني. بس قصدي هما يبقوا صحاب، يبقوا يعني خايفه عليهم فعلا وبتحاولي تعملي يور بيست. خلاص هتعملي ايه يعني؟ فاهمه؟ انا بعمل ماي بيست والله. مش ام هايله، مش احسن حاجه في الدنيا، بس انا ده اللي انا اقدر عليه وده اللي انا بحاول افهم انمي دماغي واعمل لهم احسن حاجه واتطور وافهم واتعلم. بالظبط. طيب هرجع تاني واتكلم اكتر عن بتشوفي ايه كونتنت وازاي احنا talking about بقى الانترنت اللي هو بقى اي حد بيفتح الفيديو وينزل حاجه. ايه المسؤوليه اللي علينا عشان احنا عايزين نزيد؟ فاكره وانا بكلمك كنت بقول لك فكره ان انا اعمل محتوى ليه معنى. عايزين نكتر من الاكزامبلز. لا بس صح في كتير. انا احكي لنا بقى بتشوفي ايه وقولي لي ليه ده بالنسبه لك بتحسي في الفلترنج بتاعك ده مختلف وحلو.
لا بشوف حاجات parenting بصراحه، صح. امهات خطار. خطار. صح. انا بشوف امهات اللي هو يا ولاد انتوا انتوا أيوة. جامدين جدا. ايوه ده اللي هو انا ما بعملش حاجه خالص لا they're very parenting coaches و kids مش يقعدوا يدوا بقى حاجات how to مش صح. عارفه ايه، وازاي بقى نوضب اوضه الطفل، وازاي نعمل لهم فطار لانش ولانش بوكس. بوكس ايدياز واللي هو انتوا بتعملوا حاجات. لا صح. امهات خطيره. صح. يعني انا فخوره جدا بكل الامهات بالذات في الحته دي. cooking content. انا I follow a lot of cooking recipes، حتى لو مفيش حد cooking recipes دي هايله، انا بفولو ايوه حاجات دي. بشوفك بتنزلي حاجات الاكل المغذي ازاي تعمل بطريقه انا بحب جدا بتحاجيه على افولو العيال. وسيف يعني وصفات واكلات سهله تتعمل بس healthy ولذيذه وكده. وال I think mindfulness، يعني الحاجات اللي ليها دعوه صحه نفسيه الصحه بقى النفسيه للتينيجرز دي تبقى حلوه قوي ان هم يشوفوها اكتر. صح. حاجات ازاي مثلا لما يصحوا الصبح يصلوا hopefully يعني، ايوه ويعملوا حاجات، او يعني لو ليها بيصلوا معنى. هيصلوا، لو اه يعملوا حاجه ليها دعوه بنفسيتهم بعيد عن التليفون، وبعيد ان هم يقعدوا 5 دقايق يعملوا breathing exercises، يصلوا. الحاجات الدينيه برضو انا شايفه انها صح. موجوده كتير على تيك توك، صح. وبنتي بتفتحها فانا مبسوطه دايما بتقولي اسمعي بقى، اه اسمعي الايه دي، اقول يا سلام ده انت بقى اسمعي ما الايه حصلتش دي. بقى. لو انا لما كنت ده اصلا ما كنتش صح. يعني خالص كانش في الحاجات دي. يس فعلى قد ما في حاجات فاهمه مضره، لا في حاجات برضو كويسه انا شايفه انها بنختارها وبنسلكتت وبنعلمهم اجان. احنا بنقعد نقول ده عالم موجود وهم كل شويه هيبقوا انجيج فيه اكتر مش هيقل يعني. ايوه بس لما بلاقي حاجه بقى، لما بسمع ليها بقى معنى. كلمات بقى، انا بسمع بقى حاجات بقى خارجه، في كلمات بقى بتروح داخله في ودني كده صح وهي تخرج لك معديه، ودنك. فاللي هو فببص هي عارفه انه غلط، يعني كون ايوه ان هي عارفه انه غلط ده في حد ذاته بالنسبه لي الحمد لله ان هي عارفه انه غلط. ايوه يعني طيب علا عندي سؤال نرجع لينا ونختم في الحته دي اللي ليها علاقه بصحتنا النفسيه. مبسوطه ان الوعي في الحته دي زي ما كنت بتقولي شويه زايد، انه اخد بالي من نفسي عشان اعرف اخد بالي من اللي حواليا بالذات المعنيين عيالي وبيتي أيوة. وكده. توكينج اونلاين وانا اونلاين وانتي اونلاين، ايه الفيتشرز اللي انتي بتستخدميها عشان انتي بتقدمي محتوى تبقي بتحطي حدود؟ بنتكلم عن ان في الشارع بقابل ناس كتير قوي، ايوه مش لازم اسلم على كل الناس واحب كل الناس. صح. انا بالعكس مهم اصلا احط باوندريز. صح. تعمليها ازاي اونلاين؟ لا انا بقى انا اللي بيضايقني بعمل له بلوك بصراحه، يعني اللي بحس انه مش الكونتنت ده مش ليه، هو داخل في حته غلط، يعني هو دخل عند بيت حد غلط او دخل في شارع غلط. ايوه دخلت دخل انت في تهت شارع. يا حبيبي انت مش هنا، وبيقل ادبه. فانا بلوك على طول، انا مش عاوزه الانرجي دي عندي على البلاتفورم ده لو هو بقى بيتي، لو هو بقى ماي فيرتشوال وات ايفر، انا مش هو بيأثر، انا بحس انه بيأثر عليا وبيأثر على الاخرين صح نوعا ما كده، بحس ان وجوده أيوة. ايه ده حاجه نيجاتيف اروح عامله له اشيله من عندي، ولا ومش فارقه معايا بشيله خالص يعني. أيوة. يعني ويستحسن هو ينفر، انا ما بحبش يعني، مش فارقه معايا خالص فولورز، قصه ان انا فولورز بقى وده فولور وخليه وبس اعملي ريستريكشن والجو ده فنزاتي ولا الهوا بصي حاجه لامده ولا ما فبشيلهم. طيب فانت بتقولي ان انا بحط كونتنت، انت بقى جيت دخلت عندي انت مش مناسب ليك انك تبقى بتسمعه وبتعترض عليه، خلاص شكرا ميرسي. بالظبط انا نفسي انا بشيله، انا بشيله من نفسي. حتى الكومنت ما بحبش كومنتس بحس انه مش عاوزه الناس تشوف كومنتس وحشه، وانا مش عاوزه اتاثر بكومنتس وحشه. ما انت بتشوفيها وانا ادخل عندك هقراها يعني رزاله بقى ما بحبش الناس، فخلاص فبشيلها وبشيله وروح حبيبي يعني خلاص كده. ويا دار ما دخلك شر. صح طيب يعني علا ثانك يو تاني، وعارفه اني قلت لك ده في التليفون بس انا عايزه اقول لك قدام الناس، انا بحييكي بشكل شخصي. ساره يعني ساره الانسانه بتكلم علا الانسانه. ميرسي شكرا. انك بتطلعي بكونتنت حقيقي، وانك مش يعني في كوكب اخر. وانبسطت وفرق معايا لما قلتي مش بزعق هنا بس، يعني عايزه تقولي ايوه انا بزعق بغلط وانا بغلط انا كمان بصراحه. مفيش حد بيرفكت واحنا مش بيرفكت، ويعني احنا بنحاول نساعد الناس ونساعد الامهات ونبقى على قد ما نقدر نتحسن. ايوه ونبقى اوير اكتر ونتعلم، بس ما فيش حد بيرفكت يعني. واللي فارق معايا برضو في الحلقه واللي نفسي هايلايته لكل اللي بيتفرجوا علينا النهارده، انه عالم الاونلاين هو موجود وحقيقي، وشطارتنا كبيرنتس ان احنا نواكب العصر مع عيالنا، نبوند معاهم، نبني علاقه حقيقيه فيها امان، فيها بسمعهم بصدقهم بساعدهم، فيهم انا شبههم
مش الكبيره، عجبتني قوي الحته دي، مش اللي بهش طول الوقت ايوه اولادي وبناتي، فيبقوا حاسين بامان يجولي يتكلموا معايا، ابقى كمان واعيه كأم او ككير جيفر الفيتشرز اللي ممكن تبقى موجوده اونلاين على تيك توك، في الكومنتس اخلي كاونت بتاعه برايفت، ما اخليش اي حد يبعت له رسائل، اراجع معاه، اعمل الفاميلي بيرنج الالكتروني العائلي اللي اطمن هو بيشوف ايه، لانه هيبقى اونلاين، بس انا مصحصحه مش متغاضيه خالص عن الواقع ده، بس معاه وعايش معاه وبريزنت، ودي كانت حاجه مهمه اتقالت النهارده. بالظبط. ميرسي يا علا قوي. ميرسي يا ساره، انبسطت جدا. وانا انبسطت قوي. ميرسي، يا رب يكون الناس استفادت، ويعني يس وكل سنه طيبين. شكرا يا علا، ثانك يو. ميرسي. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على التيك توك اكاونت، وتعملوا لايك وسبسكريبشن على البلاتفورمز التانية.